رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سنقف عند آية عظيمة، آية عظيمة، آية لابد أن نقف عندها وقوفا جاد. هذه الآية أيها المحترمون نقرأها كثير ونسمعها كثير، والذي يتدبرها قليل إلا من رحم الله. دعونا نعيش مع هذه الآية، فأسأل الله أن يفتح علينا في كلام الله من أوله إلى آخره، وبالذات هذه الآية. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية سموها العلماء أرجى آية في القرآن. دعونا نتدبرها. اسمعوني أيها المحترمون بقلوبكم. أنت أيها المتحدث تحدث بقلبك، تحدث وأنت تريد رضا الله. أنت أيها الإمام، أنتم أيها الفضلاء المحترمون سواء كنتم رجالا أو نساء، ضعوا قلوبكم مع هذه الآية. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا. يا في اللغة أداة نداء، عبادي منادى. المنادي في هذه الآية مين؟ المنادي هو الله سبحانه. المنادي هو الله، وهو الغني بمعنى الغنى سبحانه، ونحن الفقراء إليه. دعونا نعيش هذه الآية. لما قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا. إيش معنى أسرفوا في اللغة العربية؟ معناها تجاوزوا الحد بالذنوب، ولله المثل الأعلى. البشر لما تخطئ عليه أخطاء كثيرة ما يناديك ولا يتمنى أنه ينظر إليك، بالعكس كلما رآك تذكر الأخطاء الماضية إلا من رحم الله. أليس كذلك؟ بلى. لكن الله جل جلاله ينادينا ونحن المذنبون ونحن المقصرون، وينادينا بأسلوب تلطف، بأسلوب شفقة. تأملوا معي. قال أسرفوا، إيش قال قبلها؟ قال يا زاني، يا مجرم، يا راعي اللواط، يا راعي المخدرات، يا راعي الخمر، يا راعي الذنوب. إيش قال؟ قال يا عبادي. أسلوب رحمة، أسلوب شفقة، أسلوب يجعلنا أيها المحترمون نقبل ولا ندبر على التوبة؟ نقبل على الله. لما قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، عيشوا معي الجو. إيش قال؟ لا تقنطوا. كم شخص يسمعني الآن والآن جالس معنا في هذا المكان الطيب، وأفضل مكان على الإطلاق بيت الله. أفضل مكان على الإطلاق بيت الله. لك الحمد يا الله أننا اصطفانا رب العالمين أننا نجلس في هذا المكان في ليلة غالية عند الله. ليلة قد تكون ليلة القدر، قد تكون، بل هي أرجى ليلة أن تكون ليلة القدر، لكن لا نجزم بها. مع أن بعض الصحابة أو بعض السلف أقسموا أن هذه هي الليلة، لكن نقول أنها تتنقل، لكنها أرجى ليلة هذه الليلة. وأكرمنا الله سبحانه وتعالى أن نجتمع في هذا المكان. دعونا نعيش جو هذه الآية. قال الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيش؟ لا تقنطوا. مهما سويت من الذنوب، مهما فعلت، ذنوب كبار، ذنوب صغار، إيش قال الله لنا؟ إيش؟ لا تقنطوا. لكن ليس معنى ذلك لا تقنطوا ما تقبل على الله، لا، معنى ذلك أنك تقبل يا فلان وأنت يا فلانة، تقبلون، نقبل جميعا على التوبة. ونعلم علما يقينا أن شروط التوبة 4: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم أن لا ترجع إلى المعصية، إرجاع الحقوق إلى أصحابها، أن نتوب قبل أن تخرج الروح وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. إيش قال لنا؟ لا تقنطوا. ثم قال: إن الله يغفر الذنوب إيش؟ جميعا. كم شاب وكم امرأة يقول وتقول هي: أنا عندي ذنوب
عظيمة. أنت تتكلم الآن والآن شريط حياتي السيء أمامي. هل الله يغفر لي؟ هل الله يتوب علي سبحانه؟ هل الله يسامحني؟ هل الله يغير حياتي؟ هل الله يقبلني؟ هل الله يجعلني أترك المعاصي؟ نقول نعم، لو ذنوبك مثل الجبال. يقول الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الذنوب في اللغة جمع تكسير، وقيدها الله لما قال الذنوب جميعا. لم يقل ذنبا ولا ذنبان ولا 3 ولا 4. رسالة لكل جالس منا، رسالة للمتحدث، رسالة للجالسين في هذا المكان، رسالة من يسمعني في خلف الشاشات، رسالة من يصل إليه هذا الكلام. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. سبحانه، الله غفور، الله كريم، الله رحيم، رحمته واسعة ورحمتي وسعت كل شيء. لا تكون ورحمة الله وسعت كل شيء، لا تكون تذهب هذه الرحمة ولا تكون من هذه الرحمة. وسعت كل شيء. هل أنت من هذا الشيء؟ اللهم اجعلنا منهم. قولوا آمين. قال الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور